السلام عليكم متابعيني في كل مكان. معاكم توتا محمد من قناة كل وتهنى. النهاردة معانا صالونة الدجاج. دي وصفة خليجي طعمها حلو ومميز جدا، حلوة قوي لسفرة رمضان وللعزومات وللوقت العادي. نبدأ المكونات بتاعتي بسم الله. معايا بصلة مبشورة و3 شرايح فلفل أخضر، والبهارات بتاعتي ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة و7 بهارات وتوم بودرة وحبهان وقرنفل وورقة لورا. وما ننساش في التوابل بتاعتي نص معلقة قرفة صغيرة، وطبعا فرخة متقطعة على 8 أو 10 قطع، 3 معالق صلصة عليهم كوبايتين مية. في الحلة بتاعتي هنزل بمعلقتين سمنة عليهم البصلة المبشورة والتوابل بتاعتي البهارات كلها. القرفة في الوصفة دي بتدي نكهة مميزة جدا، نص معلقة بس. بعد كده خلاص البصلة بتاعتي جاهزة، هبدأ انزل بقطع الفراخ بتاعتي واشوحها واقلبها واخليها تتشرب البصلة بالبهارات بتاعتي. ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم فيها في الكومنتس تحت. والمقادير كلها هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الجديد بتاعنا. هنا خلاص انا هغطي على الفراخ واسيبها تستوي. ده شكلها كده خلاص ان هي تبقى مناسبة ان انا انزل عليها بالصلصة. هي كده خلاص جهزت، الفراخ نزلت ميتها وشربتها تاني واستوت 3/4 سوا. هبدأ انزل بالصلصة بتاعتي واسيبها تستوي براحتها خالص. انا بحب اخليها على النار تبقى متوسطة. خلاص انا كده الفراخ بتاعتي جاهزة معايا. بصوا على الصوص وركزوا، هتلاقوا ان الصوص تقل معايا جدا. هاخد الفراخ واحط عليها مغرفة صوص من ده وادخلها الشواية. وما ننساش نشيل الحبهان واللورا. هدخلها بقى هحط عليها كرنيب صوص من ده وادخلها الشواية في الفرن تاخد لون حلو والجلد بتاعها ينشف ويقرمش. وبعد كده هجهز بقى عندي شرايح كوسة رقيقة علشان انا طبعا لسه عندي صوص كتير فهستخدمه واستغله. هنزل بشرايح الكوسة في الصوص واسيبه يستوي وبيبقى طعمها جميل ومميز قوي قوي قوي، غير العادي بتاعنا، يعني غير الكوسة المطبوخة بتاعتنا. هي الكوسة كده خلاص استوت وجاهزة على الأكل. هبدأ أحطها في طبق وأقدمها. بقدم الكوسة مع الفراخ مع سلطة خضراء، وكمان بقدم معاها رز أبيض. بالهنا والعافية.